صباح الفل يا ماما. اهلا، صباح الفل يا حبيبي. ماما انا كنت عايزه ازود المصروف شويه علشان مش بيكفيني في المدرسه. ليه يا ابني؟ ده انت بتاخد 10 جنيه في اليوم. ايوه يا ماما، كل حاجه غليت. النهارده السندوتش الواحد عامل 7 جنيه. 7 جنيه؟ ايوه يا ماما، 7 جنيه. يا ابني ده احنا على ايامنا كنا بنجيب السندوتش ب25 قرش. يا ماما ده كان على ايامكم يا ماما، ايامكم حاجه واحنا ايامنا حاجه تاني. طيب خلاص اهدى، افرد وشك كده لما يجي ابوك نقول له. السلام عليكم يا جماعة. وعليكم السلام يا حاج. هي يا حاج قول لي، قبضت ولا لسه؟ أيوة يا حاج قبضت. طب يلا يا حاج، عشان خاطر محتاجين مصاريف للبيت، والواد عايز فلوس الدروس، وعايزين ندفع فلوس الجمعية يا حاج، وعندنا طلبات كتير. والله يا حاج أنا ما عارف أعمل إيه. يا بابا انا عايزه ادفع فلوس الدروس يا بابا، عشان لو ما دفعتش الاستاذ هيطلعني بره المجموعه. حاضر يا حبيبي، هدفع لك كل اللي أنت عايزه. ادخل جوه انت يا حبيبي وسيبني مع ابوك شوية. حاضر يا ماما. والله يا حاجة ما بقيت عارف اعمل ايه في الاسعار المولعة نار دي. النهارده بجيب الحاجة بسعر وتاني يوم بلاقيها بسعر تاني. طب وبعدين يا حاج هنعمل ايه في الغلا ده يا حاج، والمرتب اللي مش بيكمل معانا 10 ايام؟ بص يا حاجة، أنا المرتب اللي بقبضه هو 3.5. هنشيل 1000 جنيه للجمعية. تمام يا حاج، والباقي؟ وهنشيل 500 جنيه احتياطي يا حاجة لأي ظروف تحصل في البيت ولا حاجة. و500 جنيه كمان للواد برشامة ومصاريف الدروس بتاعته. وال1500 اللي فاضلة يا حاجة هتبقى مصاريف للبيت، هنجيب طلبات الشهر كله. بس هنشيل منها 200 جنيه. ليه يا حاج هتشيل 200 جنيه ليه؟ دي ال1000 ونص يا دوب يا رب يقضوا. ال 200 جنيه دي يا حاجة هنطلعها لله. يا حاج ده اللي يعوز البيت يحرم على الجامع. مش عايزك تقلقي من حاجة يا حاجة، المركب اللي فيها لله عمرها ما بتغرق والله. كلامك صح يا حاج ونعم بالله. انت عارفة ال 200 جنيه اللي احنا هنطلعها لله يا حاجة؟ ده مبلغ بسيط بس احنا بنتاجر مع ربنا. وربنا هيبارك لنا في الموجود والله يا حاجة. جايز فينا ما حدش يتعب في الشهر خالص، وال 500 جنيه اللي احنا شايلينها دي احتياطي تبقى في المصاريف وحاجات تانية كتير يا حاجة. ربك كبير وعالم بالحال. ان شاء الله يا حاج، ربنا عالم بظروفنا، وان شاء الله ربنا هيسترها معنا على طول. اي والله يا حاج، احنا مش طالبين غير الستر من ربنا. ان شاء الله يا حاج. انا حاليا يا حاج بدور على وردية شغل كمان اضافيا بالشغل اللي انا شغاله. ربنا يقويك ويعينك يا حاج. امين يا رب يا حاجة، ادعي لنا. ها يا بابا، هتدفع لي الفلوس بتاعت الدروس علشان اروح الدرس بتاعي ولا ايه؟ ايوه يا حبيبي طبعا هدفع لك الفلوس ان شاء الله. مش عايزك تحمل هم حاجه، بس كل اللي انا عايزه منك انك تذاكر وتشد حيلك علشان تطلع حاجه حلوه كده وتفرحني انا وامك. اديك شايف يا ابني اللي مش بيهتم بالدراسه بتاعته ولا بيذاكر بيتبهدل يا حبيبي. حاضر يا بابا، والله انا بذاكر ومن اشطر الناس في الفصل كله. ما شاء الله عليك يا حبيبي، ربنا يحفظك. ربنا يخليك لينا يا بابا. وبكده الفيديو يكون خلص يا جماعة، يا ريت الفيديو يكون عجبكم. اشوفكم في فيديو جديد يا حبايبي. يا ريت كل الناس اللي وصلت لنهاية الفيديو يصلوا على النبي في الكومنتات.